اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي متابعيني المحترمين جوه مصر وخارج مصر؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا زي ما انتم شايفين ده كده كان غدانا النهارده. طبعا انا ما صورتش معاكم لان لسه الفيديو هنكمله ان شاء الله، وهنعمل ايه حاجه تانية. طبعا الاكل ده زي ما انتم شايفين كده جاهز، بس كده على ان احنا ايه يعني نتغدى على طول. طبعا هلف الاكل ده كده زي ما هو كده، هلفه في ورق فويل، وهنروح بقى ان شاء الله نتغدى مع اختي. تكون بقى رجعت من الشغل، نروح كده نطب عليها ونتغدى معاها. تمام. وزي ما انتم شايفين عملنا كده مكرونه بالبشاميل في الورق الالومنيا ده، في الاطباق الالومنيا، وفي طاجن وفراخ مشويه. وهنحط بقى ايه برضو الملوخيه دي، يعني عملناها حاجه خفيفه كده. ويلا نخش ونسمي الله على الفيديو اصلا بتاعنا اللي احنا ايه هنعمله باذن الله. ده كان كده تاني يوم على طول. طبعا هنعمل حاجه حلوه خفيفه. ولادي عمالين يتصلوا بيا، يا ماما عايزين ناكل حاجه حلوه، يا ماما عايزين ناكل حاجه حلوه. طبعا انا بقى دورت كده في البيت، لقيت ايه عندي البسكويت دوت. طبعا انا بقول لحضرتك انا هضربه في الكبه، هنسمي الله كده وهنضربه في الكبه. طب انا ما عنديش كبه، هنمسك بقى ايدي الهون زي ما هو في الكيس كده، وهندقدق عليه بايدي الهون او باي حاجه حاده كده لحد ما البسكوت معانا يتكسر ويبقى ناعم. تمام. لكن في الكبه هيبقى احسن بكتير. طب ما عنديش برده كبه، ممكن في المطحنه نضربه في المطحنه عادي جدا، نكسره ونضربه في المطحنه. وبعد كده نمشي على بقيه الخطوات. طبعا انا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات اللي قبليه، يعني قدمت معاكم محضر الطعام بتاع رافال. عايزه اقول لكم جميل جدا، وهو بصراحه مشجعني ان انا اعمل وصفات جميله وكتيره. طبعا معايا هنا اي كميه من البسكوت اللي حضرتك ايه عايزاها، اي كميه. تمام. ده كده البسكويت ده اللي كان عندي، ده نوع اسمه الكينج، جميل جدا، فيه 20 قطعه. والتاني ده انا بجيبه كده بالميزان. ومعايا كيسين كريم كراميل، ومعانا فانيليا سايله، ومعايا نص كوبايه من الزبده وعلبه من القشطه. وده كيلو من الحليب او اللبن. تمام. احنا مطلعينه ساقع متلج، فهسيبه شويه كده يكون التلج فك، هنستخدمه. اول حاجه نسمي الله، وهناخد نص كوبايه الزبده وهنروح نسيحها على البوتاجاز. تسيح مش هنسخنها، انا عايزاها بس تفك من بعضها. ماشي، لكن ما تبقاش مقدوحه. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا، ونجيب بقى البسكوت بتاعنا ونكسره. خلاص قلنا لو ما فيش كبه هندقدقه بايد الهون، او نضربه في المطحنه اللي هي بتاعه السكر بتاعتنا عادي، اللي بنطحن بيها عاديه جدا، مطحنه عاديه. هنجيب بقى باكت البسكوت كله، هنفضيه ونضربه. طبعا كميه البسكوت دي على حسب ما بتحبي. انا الكميه دي انا عاملاها كبيره. حضرتك ممكن تقسمي الكميه على اتنين، يعني ممكن تقللي، ممكن بدل كيلو لبن ممكن يبقى نص، بدل ما يبقى كيسين كريم كراميل ممكن يبقى كيس. لكن بما ان كل الحاجات دي كانت موجوده عندي، طبعا عندكم الخير كله، فالموضوع سهل معايا. هنكسر بقى البسكوت كده في الكبه او نطحنه. خلاص. ونطحنه طحن ناعم، يعني يبقى زي الرمل كده. خلاص خلصنا بقى البسكوت. طبعا انا اضفت كيس كمان، لاني حسيت الصينيه البايركس اللي انا هعمل فيها حسيتها كبيره، فحطيت كمان باكو بسكوت مع اللي هيتضرب في الكبه. وفي باكو بسكوت كمان هقول لكم هنعمل بيه ايه واحنا كده شغالين. خلاص اتطحن البسكوت معايا وبقى شكل الرمله كده بالظبط. خلاص. هنجيب بقى نص كوبايه الزبده وهننزل بيها على كميه البسكوت اللي احنا هنعملها. طبعا ايه احنا هنقلب بقى بايدينا، مش هينفع معلقه ولا اي حاجه، عشان احس بالبسكوته بتاعتي ان هي شربت كل السمنه او بقى طري معايا. وهوريكم دلوقتي المفروض يبقى ايه، يعني اضغط عليه بايديا يلم معايا، ما يبقاش مفرول، يعني مش عايزاه مفرول قوي. تمام. وطبعا مش هينفع اضيف له سمنه تاني، لان كده كده البسكوت بيبقى بطبيعته معجون او مخبوز بسمنه او بزيت، فما ينفعش اديله سمنه ازيد من كده عشان هيفرول مني بزياده. هقلب كده البسكوت، هدخل كل السمنه اللي انا نزلتها فيه. طيب انا حسيته برضو مفرول، يعني مفروله معايا البسكوته مش متماسكه. هنزل معلقه من الميه، يعني انا عارفه المقدار اللي انا بنزل بيه. ماشي. وهدعك زي ما انتم شايفين كاني بعجن عجين عادي. طبعا المج ده فيه حوالي 3 4 معالق من ميه، يعني ما تفكريش ان هو مليان وبتاع عشان ما يتقلبش معايا من بسكوت لعجين والوصفه معاكي تبوظ وطعمها يتغير خالص. بصوا انا حاولت يعني عماله اضيف معلقه وبعجن بايدي وبشوف، لقيت البسكوته معايا مسكت في ايدي ولمت. بصوا يعني انا حطيت اخر نقطه من الميه، فاهمين يعني؟ فاهمين اكيد. وزي الفل اهي مسكت معايا كده، بقت ايه متماسكه شويه مش مفروله. هكمل وخلاص على كده، مش هضيف لها اي حاجه. هجيب بقى البايركس بتاعي من غير ما ادهنه اي مواد اي حاجه خالص، مش هدهنه اي حاجه. ولو عندك بقى قالب التشيز كيك اللي هو بيتفتح
اللي هو اللي بنفتحه ده هتبقى اسهل معاكي بكتير. لكن انا بسهل عليكي، عايزه تعملي الوصفه دي او الطريقه دي في كاسات او كوبايات هتبقى معاكي جميله. بس لازم تضغطي على البسكوت تخليه يتكبس على بعضه، تضغطي عليه ضغطه جامده. عايزه اقول لكم من التحليات الجميله جدا في الصيف، مرطبه وطعمها جميل وبتدوب كده دوب. طبعا ده لعشاق اللي بيحبوا الكريم كراميل. تمام. خلاص ضغطنا على البسكوت قوي وكبسناه، دخلنا بقى ايه الفريزر او التلاجة الموجود عندك. يعني ممكن تدخليه الفريزر، ممكن تدخليه التلاجة زي ما بتحبي. هنجيب بقى ايه كيلو الحليب بتاعنا او كيلو اللبن، هنضيف عليه كيسين من الكريم كراميل زي ما انت شايفه. وانا قلت لحضرتك ممكن تقللي الكميه، ممكن يكون نص كيلو لبن على باكيت كريم كراميل. هنضيف برضو السكر، بس ما تزوديش سكر قوي، احنا يا دوب عايزين بس اللبن يتحلى شويه، ما يبقاش يعني الوصفه معايا تبقى ايه محتاجه سكر. طبعا على حسب برضو رغبتك، مش عايزه تضيفي سكر خالص تمام. كده كده الكريم كراميل بيبقى فيه سكر. وهنحط حبه كده نقطتين ثلاثه من الفانيليا السايله وهنقلب. وبعد ما نقلب على البارد هنرفعه على النار ولحد ما يوصل للمرحله دي. هو ما تخافيش مش هيفور ولا حاجه، بس انا عايزاه يوصل في المرحله دي. بعد ما فار معايا كده او غلى، هنيجي نسيبه يهدى شويه، هنسيبه يهدى بس من الغليان لمرحله ان هو بقى دافي او بقى سخن شويه. يعني المهم ما يكونش بيطلع بخار شديد. هنيجي ايه بقى نحطه في الخلاط. تمام. وبعد كده هنجيب علبه من القشطه، ولو عندك بديل القشطه ممكن تحطي معلقتين لبن بودره لو ما فيش قشطه. بس لو في قشطه يبقى تمام قوي، هتخلي معاكي الوصفه غنيه وجميله جدا. تمام. هنضيف بقى كوبايه القشطه على الحاجات المقادير اللي احنا حطيناها في الخلاط. تمام. وهنحط معاها باكت من البسكوت اللي هو فيه 20 قطعه. خلاص. او ممكن لو عايزه تقللي ماشي، ما يجراش اي حاجه. عايزه اقول لك الباكو البسكوت ده برضو هيساعد ان الوصفه تتماسك. يعني مش احنا مش هنحطه كده وخلاص، لا، هو كده كده الكريم كراميل بطبيعته بعد ما عملناه على النار وخليناه يغلى على النار، لو سبتيه شويه بيجمد، كل ما تسيبيه بيتقل. فهنضرب معاه باكت بسكوت في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، لحد ما احس ان البسكوت اختفى تماما، ما بقالوش اي معالم ولا اي اثر. تمام. ضربنا بقى كويس في الخلاط. خلاص كده هننزل بقى نطلع بقى البسكوت اللي احنا عملناه من التلاجة او من الفريزر، وهننزل بقى عليه بالكريم كراميل واللبن اللي احنا ضربناه في الخلاط مع الفانيليا مع القشطه. عايزه اقول لك وصفه جميله جدا، اعمليها ان شاء الله تشكريني عليها جدا. تمام كده خلاص حطيناها بقى. طبعا المقادير اللي معايا دافيه مش سخنه قوي، هسيبها بس كده شويه بره وبعد كده ندخلها الفريزر. انا عن نفسي دخلتها الفريزر عشان تتماسك كويس جدا. هنا في المرحله دي بقى خلاص كنت طلعتها من الفريزر. خلاص. هجيب بقى كيس كده تلاجة وهحطه كده عشان يبقى عازل ما بين الكاكاو اللي انا هضيفه على على الوصفه بتاعتنا الجميله دي، حلل التحليه الجميله اللي بالكريم كراميل والبسكوت. وهحط كده نص الصينيه او ربعها كريم اللهم صل على النبي كاكاو. كاكاو يا ريت يكون كاكاو اللي هو المحلى، ما يكونش الخام عشان ما يديكيش مراره وانتي بتاكليه. وهنجيب بقى كيس الكريم كراميل هنزوق بيه بقى تزيين عادي جدا. بصوا ولا اسهل من كده، كيكايه انت عملتي كيكايه او تورتايه في البيت تحليه. عايزه اقول لك والكميه ما شاء الله جميله جدا. يعني عايزه اقول لك احنا قعدنا يومين ناكل فيها ما شاء الله. القطعه بس كده الصغيره عايزه اقول لك ما تقدريش تكمليها من كتر ما هي غنيه ودسمه وحاجه جميله. طبعا انا هبدا اقطع كده زي ما انت شايفه. ولو عندك بقى التشيز كيك، صواني التشيز كيك المدوره، يبقى حلو قوي قوي معاكي، هيديكي شكل التورتايه كده وهيبقى جميل. بصوا بقى من حراره الجو الكريم كراميل ساح صح يعني على بعضه. انا طبعا كل ما بقطع بروح امسح السكينه وارجع اكمل تاني عشان الالوان ما تتخلطش ببعضها يعني. وهنطلع حته كده منها، وعايزه اقول لكم متماسكه وجميله. بصوا الجمال يا جماعه، اللهم بارك. بس وانتي بتطلعيها كده خلي بالك لان الجو حر جدا، فالحاجه بتسيح في ثواني وبتقع كده. بصوا هي دي بقى شكلها في النهايه. عايزه اقول لك اللي بالكاكاو انا حبيتها اكتر من اللي هي متزينه بالكريم كراميل. طعمها حلوه جدا، انت كانك جايبه حته جاتو كده. جميله جميله، مش قادره اوصف لك جمالها. وبالذات لما تسقع كده بتبقى يعني حاجه كده مرطبه جدا جدا وطعمها حلو وخفيفه. وولادك هيحبوها، فيها كل حاجه، فيها بسكوت وفيها كراميل وفيها كاكاو وفيها. انا ما رضيتش اعملها كلها كاكاو لان في عندي ممكن ولادي ما يحبوش الكاكاو قوي. وهي دي كده كانت الحلو بتاعنا النهارده. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. تعالوا بقى كده نقطم قطمه. عايزه اقول لكم قطمه ورا قطمه ورا قطمه انا خلصت القطعه كلها، ما قدرتش اكل حاجه تاني بعديها خالص. يعني عايزه اقول لك دسمه جدا غنيه جدا فيها كل حاجه.
بصوا هاخد حتة من دي كمان عشان اقول لكم الطعم، الاتنين طعمهم اجمل من بعض بصراحة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يا رب ان شاء الله الفيديو النهاردة يكون عجبكم، استفدتوا منكم، استفدتوا منه يعني. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.